طيب احنا يا جماعة في المحاضرة دي هنخلي واحد من طلابنا يدخل يعمل موك اكزام على الموقع الرسمي الخاص بهيئة النادي عشان يتدرب على واجهة الاختبار ويتعرف على البلاتفورم الخاصة بالامتحان. وانت كمان تقدر تعمل الموك تيست ده عن طريق الموقع الرسمي. طيب هنعمله ازاي؟ اول حاجة هتيجي هنا في السيرش وتكتب CCL Practice Test. اوكي. CCL Practice Test هتختار دي، غالبا دي بتكون اول حاجة بتظهر لك. تمام. بعد كده طبعا احنا عارفين ان الناتي CCL ليه اكتر من لغة، فاحنا طبعا هنختار اللغة العربية، فتدوس هنا عند حرف ال A وتختار Arabic، وهيبدأ الاختبار معانا. طبعا هو هنا بيديلك اوفر فيو كده سريع عن الاختبار، بيقول لك طبعا خلي بالك الامتحان ده هيكون فيه 1 dialogue، ولكن في الاختبار الحقيقي هو بيجيب لك 2 dialogues. يعني هو بيديلك كده بس عايز يوري لك واجهة الامتحان هتبقى عاملة ازاي او شكل الاختبار الحقيقي. وبعد كده هنا بيقولك ان انت تقدر تعيد one segment في كل dialog من غير ما تنقص. طيب يلا بقى ندوس next علشان نبدأ. طبعا هنا انت المفروض تفتح المايك بتاعك. اوكي، فكده المايك مفتوح، وبرضو تفتح الكاميرا بتاعتك. تمام. لما انت بتفتح الكاميرا صورتك بتظهر هنا، بس انا مش فاتحاها، بس عامة لما انت هتيجي تفتح الكاميرا هتلاقي صورتك ظهرت هنا. طيب السلايد دي يا شباب بشكل عام دي هي مجرد example، دي كده مجرد مثال، احنا مش عايزينها، احنا عايزين بقى ندخل على الامتحان الحقيقي، فهندوس next. طيب هنا يا شباب بيديلك شوية تعليمات، بيقولك to hear the segment عشان تسمع الجملة بتاعتك. بتقوم دايس start، بنيجي هنا بنقوم دايسين start، بنبدأ ان احنا نسمع الجملة بتاعتنا، وما بنتكلمش غير بعد ما بنسمع التشايم يا شباب اللي هي التن او الايه او الرنة. طيب بعد ما انت خلاص سجلت الإجابة بتاعتك بتقوم بيبقى عندك كده تحت حاجة اسمها finish attempt، يعني انا كده خلصت خلاص الترجمة بتاعتي، فبتقوم دايس finish attempt علشان الإجابة بتاعتك تترفع وتتحمل. طيب نفترض ان الترجمة بتاعتك ما كانتش عاجباك، او انت حاسس ان انا لا ما سمعتش الجملة كويس ومش هعرف اترجمها، في الحالة دي بتقوم بيقولك ايه دوس ستارت، بتقوم دايس ستارت عشان تعمل ريبيت للسيجمنت، بتقوم دايس ستارت تاني علشان تعمل ريبيت للسيجمنت وتسمعها مرة كمان. وخلي بالك هنا بيقولك انت ليك مرة واحدة بس في الدايلوج كله ان انت تعمل repetition او ان انت تعيد السيجمنت من غير ما تنقص. طيب يلا كده نسمع مع بعض، هندوس ستارت. Dialogue. This dialogue takes place at a small manufacturing business. It is between Ibrahim Musa, the Arabic-speaking business owner, and an English-speaking union representative, Natalia Vadim. The discussion is about changes to tea break times. The dialogue begins now. Good morning, Mr. Musa. I'm Natalia Vadim, the union representative. Thank you for arranging the time to see me. صباح الخير سيد موسى، أنا ناتاليا فاديم ممثلة الاتحاد، شكرا لترتيب موعد لمقابلتي. بعد كده أنا كده خلصت الإجابة بتاعتي، بعد ما بخلص الإجابة على طول بقوم دايس finish attempt علشان الإجابة بتاعتي تتسجل. يبقى أنت بتقوم دايس finish attempt عشان الإجابة بتاعتك تترفع، هي اوريدي الإجابة خلاص بتاعتك اتسجلت، احنا دلوقتي عايزين الإجابة بتاعتنا تترفع. طيب نفترض بقى ان انا الترجمة بتاعتي ما كانتش افضل حاجة، او مثلا انا ما سمعتش الجملة او السيجمنت كويس. في الحالة دي بعمل ايه؟ في الحالة دي بقوم دايس ستارت تاني علشان يبدأ ان هو يعيدها تاني. فتعالوا كده ندوس ونجرب مع بعض. هتلاقي هنا بيقولك هل انت متأكد ان انت عايز تعمل ريبيت للسيجمنت، لان انت ليك مرة واحدة بس تعمل فيها ريبيتيشن من غير ما تنقص. Dialogue. This dialogue takes place at a small manufacturing business. It is between Ibrahim Musa, the Arabic-speaking business owner, and an English-speaking union representative, Natalia Vadim. The discussion is about changes to tea break times. The dialogue begins now. Good morning, Mr. Musa. I'm Natalia Vadim, the union representative. Thank you for arranging the time to see me.
صباح الخير سيد موسى، أنا ناتاليا فاديم ممثلة الاتحاد. شكرا لترتيب موعد لمقابلتي. طيب أنا كده إيه ترجمت. بعد ما بتترجم على طول بتقوم دايس إيه finish attempt. طيب بس قبل ما أدوس عليها عايزة أوريك حاجة. أنت هنا بيقولك إن أنت السيجمنت ده أنت حاولت فيه مرتين. طبعا هو الإكزامينر بياخد المحاولة رقم 2، يعني بياخد الإجابة بتاعتك رقم 2 اللي أنت جاوبتها، وهي دي اللي هيقيمك على أساسها. فهندوس finish attempt عشان خلاص إيه الإجابة دي تترفع. طيب بعد كده بتقوم دايس next وبتقوم داخل على السيجمنت اللي بعده. ده خلي بالك ده كان سيجمنت 1. ماشي، بندخل بقى بندوس next وعشان ندخل على سيجمنت 2. طبعا سيجمنت 2 هتكون باللغة العربية. تعالوا نسمع مع بعض. أهلا وسهلا. ذكرت على الهاتف أنك تريدين مناقشة التغييرات التي أنوي إجراءها على فترات الاستراحة. بعد كده أول ما بتسمع التن بتبدأ إن أنت تترجم. خلاص ترجمت بتقوم دايس finish attempt وتدخل على السؤال اللي بعده. تدوس next عشان تدخل على السيجمنت اللي بعدها. دي كانت سيجمنت 2. عشان تدخل على سيجمنت 3 هتدوس next وهكذا. طيب انت كده بقى واضح بالنسبة لك البلاتفورم اللي انت بتمتحن عليها بتكون عاملة ازاي. فدلوقتي هتشوفنا واحنا بنعمل براكتس للامتحان ده مع واحد من طلابنا. فيلا بينا.